مبيعات الدكتور احمد خالد توفيق بعد الوفاه زادت عن المبيعات اللي قبل الوفاه. احنا قعدنا طباعه ما وراء الطبيعه كلها تاني لانها كانت نازله على نتفليكس. لما ابتدى نعلن انها هتنزل على نتفليكس كان لازم تبقى كل الاعداد جاهزه وكلها طباعه جديده على اساس انها نازله نتفليكس. ففي جمهور لقيناه جه جديد خالص بياخد تاني، هو واخد القطع الصغير وكنا عملنا قطع اكبر شويه. لقينا ان احنا بنبيع بعد وفاه الدكتور احمد اكتر من بعنا قبل وفاته. طبعا هو بعد الوفاه كانت السلسله كامله، يعني ما وراء الطبيعه كانت وصلت ل 81، فكنا بنبيع السلسله كامله ال 81 عنوان. يعني كل اللي قبل كده كنا ايه بقى، في المعرض مثلا بينزل عددين كل سنه، في المعرض كان بينزل عددين وفي الصيف عددين. فعبال ما وصلنا لل 81 كان فات فتره كبيره جدا عبال ما وصلنا لل 81 عنوان. لما جينا نزلنا على نتفليكس بعد الوفاه بقى بقينا نبيع المجموعه كلها، يعني كل واحد جاي عايز ياخد ال 81 عنوان على طول. فكانت المبيعات بعد الوفاه اكتر بسبب انه كانت الناس بتشتري المجموعه كامله على بعضها. فعملنا اكتر من طبعه، عملنا صندوق معين عملناها كلها مجلدات. فكل ما وراء الطبيعه دلوقتي السلسله الوحيده اللي كامله معموله في 16 مجلد، معموله قطع كبير، معموله قطع الجيب الصغير، متواجده كامله دلوقتي، وان شاء الله نعيد تاني وتالت ورابع الطبعه باذن الله.